السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بإيما موظفة في قسم التسويق في شركة بندر للمشروبات الغازية، وبتبقى في مهمة شغل في شيكاغو، وبتوضح للعملاء مميزات المنتج اللي هي بتقدمه لهم، وبياخدها الحماس وهي ماسكة المشروب وبتفضل ترج فيه، وأول ما بتفتحه بيفور وبيغرق العملاء، فبتتوتر وبتترجاهم إنهم ما يقولوش اللي حصل لمديرها. وبعد ما بتفشل في مهمتها بتروح على المطار علشان ترجع لمدينتها، وبتكلم صاحبتها ليزي وبتحكي لها اللي حصل، وبتعرفها إنها قلقانة لا يرفدوها، خصوصا ان دي رابع شركة تشتغل فيها في 3 سنين. وبتكون المضيفة قاعدة وسامعاها، ولما بتطلع ايما للطيارة المضيفة بتقرر انها تقعدها في الدرجة الاولى علشان تغير المود بتاعها، وبيجي شاب اسمه جاك وبيقعد جنبها. وبعد شوية الطيارة بتواجه مطبات هوائية وايما بتترعب، وبتقول لجاك انها مش عايزة تموت قبل ما تتجوز وتخلف، وانها ما بتحبش كونر اللي هي مرتبطة بيه، وبتروح معاه حفلات موسيقى الجاز مع انها ما بتحبهاش، وبتسقي زرع زميلتها ارتميس بالعصير علشان دايما بتضايقها، والقهوة اللي في شغلها وحشة لكن بتضطر انها تشربها، وحتى الصفقة اللي كانت مسافرة علشان تعملها باظت وفشلت منها. وبتفضل تحكي في كل اسرارها لحد ما جاك بيقول لها انهم وصلوا للمطار، فبتقوم علشان تنزل وما بتسلمش حتى عليه، وهو بيكون مستغرب منها جدا. ولما بتخرج ايما من المطار بتلاقي كونر مستنيها، وبتقوله انها فشلت في المهمة بتاعتها وبتعيط، وجاك بيكون باصص عليهم وشايفهم من بعيد. وتاني يوم ايما بتقابل زميلها كيسي وبيروحوا الشغل سوا، وبيلاقوا في حركة غريبة وتوضيبات في المكان، وبيعرفوا ان رئيس مجلس الاداره هيوصل النهارده. وبعدها بيدخل جاك هاربر صاحب الشركه، وبتتصدم ايما لما بتشوفه لانه هو اللي كان قاعد جنبها في الطياره وحكيت له كل اسرارها، فبتحاول تداري وشها علشان ما يشوفهاش. ومديره الشركه بتبدا تعرف جاك على الموظفين، وبيضحك لما بيشوف ايما والمديره بتعرفه عليها، وبيسال ايما عن القهوه فبتقوله انها جميله. وبعدها بتعرفه على ارتميس اللي بتكلمه فرنساوي، وما بتبقاش حافظه غير كلمتين 3 بس عايزه تلفت انتباهه. ولما بيدخل مكتبه بتروح له ايما، وبتترجى انه ينسى اللي حكيته له في الطياره وما يرفدهاش من شغلها، فبيوافق بس على شرط انها ما تعرفش اي حد انه كان مسافر شيكاغو امبارح. فبتفرح وبتوعده، وبعد الشغل بتروح وبتحكي اللي حصل لجاكي وليزي اللي قاعدين معاها في السكن. وساعتها ليزي بتنصحها انها تتعامل مع جاك عادي ولا كأن حصل حاجه. وتاني يوم بيقف جاك يراقب الموظفين وهما بيشتغلوا، وبيشوف ارتميس بتتكلم مع عميل، وبتنده على ايما علشان تجيب لها صور المنتجات، فبتحدفها لها وجاك بيضحك، وبيسأل الموظفين لو بيقروا كتب في جمال شغلهم، فكل واحد بيقول اسماء الكتب اللي بيقراها ما عدا ايما اللي ما بتتكلمش. فبيسألها عن كتاب معين كانت حكيت له عليه في الطياره، وانها اضطرت تقول انها قريته علشان تقبل في الوظيفه، بس هو في الحقيقه كتاب ممل جدا بالنسبه لها وما قريتش منه غير صفحه واحده بس. وبتتهرب ايما من السؤال، وبيدخل زميلها كيسي وبيقول لها انه عايزها تراجع معاه الحسابات، وهي بتشاور له علشان يمشي، لان من ضمن اسرارها اللي حكيتها لجاك ان دي كلمه السر اللي بينها وبين كيسي علشان يزوغوا من الشغل. فبيبص لها جاك وبيقول لها انها ممكن تروح تساعد كيسي في الحسابات، وفعلا بتروح معاه وبيشربوا قهوتهم. وبعدها بتدخل الاسانسير وبتلاقي جاك فيه، وبيركب كونر معاهم وبيكون شغال برضه في نفس الشركه. وجاك بيقول له انه شكله مرتبط هو وايما، فبيرد كونر عليه بانه فاصل بين حياته الشخصيه وبين شغله، وانه ما بيتكلمش مع ايما ابدا في الشغل، فبتتضايق من رده بس ما بتبينش. وبيروحوا كلهم لاجتماع، وكونر بيقف يشرح فكرته لزياده مبيعات الشركه، وبيرسم رسمه علشان يفهموا كلامه ويوضح فكرته، بس ما بيقتنعوش بكلامه. وارتميس بتتكلم بطريقه علميه علشان تبان انها مثقفه، لكن جاك بيحرجها فبتسكت. وبعد الاجتماع ايما بتعمل اختبار لكونر علشان تشوفه هيتعامل معاها ازاي في الشغل، وفعلا بتلاقيه متوتر جدا ومش عايز حد يشوفهم مع بعض. وساعتها ايما بتقرر انها تنفصل عنه، ولما بتروح بتحكي لجاكي وليزي انها انفصلت عن كونر ومش حاسه انها زعلانه، فبتقترح عليها جاكي انها تديله فرصه تانية، لكن ايما بترفض لانها ما صدقت تنهي علاقتهم. وتاني يوم لما بتوصل شغلها جاك بياخد رايها في اللوجو الجديد للشركه، وبيعرف منها انها انفصلت عن كونر، فبيطلب منها انهم يخرجوا سوا. وبالليل بتجهز نفسها للخروجه، وبيوصل جاك لبيتها علشان ياخدها، وبيتعرف على ليزي وبيتفرج على اوضه ايما، وبيستغرب لما بيشوف رسومات اطفال على الغطا بتاعها. وبعدها بيخرجوا يتعشوا، وبيبان انهم هما الاتنين معجبين ببعض، وبيبقوا كل يوم بيتقابلوا وبيرتبطوا ببعض اكتر وعلاقتهم بتقوى. وبتتعامل ايما بطبيعتها، لكن جاك بيبقى كلامه قليل وما بيحكيلهاش ابدا عن اي حاجه في حياته، ومع ذلك بتكون سعيده معاه.
لحد ما في يوم بيكون جاك في برنامج وبيسألوه عن المنتج الجديد لشركته، فبيرد بانه بيستهدف البنات البسيطة اللي في الشارع اللي بتلبس بنطلونات واسعة وبتشرب مشروبات من الازازة من غير احراج وبتستعمل الورد في شعرها، وبيسرح وبيقول كل مواصفات ايما، وطبعا الشركة كلها بتبقى بتتفرج عليه وبيعرفوا انه بيتكلم عليها، وبيفضلوا يضحكوا ويتريقوا على ايما، وهي بتكون محرجة جدا وبتمشي بسرعة من المكان، وبترجع لبيتها وهي بتعيط وليزي بتحاول تهديها. وفي الوقت ده بيتصل بيها جاك وبترد عليه وهي متعصبة وبتقوله ان علاقتهم انتهت ومش عايزة تشوفه تاني، وساعتها جاكي بتقول لها لو تعرف اي سر عنه هي هتنشره في الجريدة اللي شغالة فيها وهتفضحه زي ما عمل معاها. فبترد ايما بانه طلب منها محدش يعرف انه كان في شيكاغو ويبقى سر بينهم، ودي الحاجة الوحيدة اللي تعرفها عنه. وتاني يوم بتقابل زميلها كيسي وبيواسيها، وبتتفاجئ بجاك قدامها وبيكلمها، بس هي بتعمل نفسها مش سامعاه، وبيضطر كيسي انه يقوم علشان يسيبهم يتكلموا، وبيعتذر جاك لإيما مع انه مش فاهم هي زعلت ليه، فبتفكروا انه وعدها انه هيحتفظ باسرارها لحد ما يموت، لكن اللي حصل عكس كده، وانه احرجها قدام الشركة كلها وبترفض اعتذاره وبتسيبه وبتمشي. وكالعادة بتروح تحكي لاصحابها اللي بيقترحوا عليها انهم يكلموا لها صحفي معروف علشان يفضحوا، لكن هي بترفض الفكرة لانها مش عايزة تأذيه. وتاني يوم بتحضر اجتماع في شغلها، وبيكون زميلها نيك عرض فكرة لزيادة المبيعات، والفكرة نجحت ومديرة الشركة بتقرر انها ترقيه، لكن بتتفاجئ لما ايما بتقول لها ان دي فكرتها وهي اللي قالتها لنيك، وما بيقدرش نيك انه ينكر، وساعتها ايما بتطلب الترقية من مديرتها فبتوافق وبترقيها. وارتيميس بتتضايق وبتلمح انها اترقت بسبب علاقتها بجاك، وبعدها المديرة بتنصحها انها تجتهد اكتر في شغلها علشان محدش يقول انها بتترقى بسبب علاقتها بجاك. وبالليل بتروح ايما للعرض المسرحي بتاع ليزي، وبتلاقيها متوترة وخايفة فبتهديها وبتشجعها، وبيجي لها جاك وبيحاول يصالحها، وبيقول لها انه عرف مكانها من الاعلان اللي كان على مكتبها، وانها بقت اقرب واحدة ليه، وعلشان كده هيقول لها على السر اللي مخبيه، وبيوري لها صورة شريكه اللي مات، وبيقول لها انه مخلف بنت ومحدش يعرف عنها حاجة، ووصى عليها قبل ما يموت، ومن ساعتها وهو معتبر نفسه ابوها، وبيسافر لها شيكاغو مخصوص علشان يهتم بيها ويطمن عليها. فبتتأثر ايما بكلامه وبتصالحه، وبيقعدوا سوا يتفرجوا على عرض ليزي، وبيفرحوا جدا لما العرض بينجح. وبعد العرض ايما بتعرف ليزي على جاك، وبيهنوها بنجاح العرض بتاعها، وبتكتشف ايما انها نسيت شنطتها جوه، فبيقول لها جاك انه هيروح يجيبها لها. وفي اللحظة دي بتوصل صاحبتها جاكي ومعاها الصحفي، فبتحاول ايما انها تمشيهم قبل ما جاك يشوفهم، والصحفي بيسأل ايما عن سر جاك، وبيكون جاك رجع وبيسمعه وهو مصدوم، فبيتضايق من ايما وبيديلها شنطتها وبيمشي، فبتروح وراه بسرعه وبتحاول تفهمه، لكن هو بيقولها انه صعب يثق في حد ومع ذلك وثق فيها، وبيسيبها وبيمشي، وبيقرر انه يسافر شيكاغو. وهي لما بتعرف بتسافر على نفس الرحله، وبتروح تقعد جنبه وهي بتعيط، وبتعتذر له وبتفهمه اللي حصل، وبتشكره لانه الوحيد اللي شاف عيوبها وتصرفاتها وقبلها زي ما هي، وده اللي ساعدها ورجع لها ثقتها بنفسها. وبتقطع كلامها راكبه وبتقول لها ان ده مكانها، فبتعتذر لها ايما وبتقوم ترجع على مكانها. وساعتها جاك بيحس ان ايما صادقه في كل كلامها وما بتكذبش عليه، فبيقوم وراها وبيقولها ان هو كمان عنده اسرار كتير، ومن ضمنها انه بيخاف من الطياره زيها بالظبط بس ما بيبينش، وبيحط مضرب بيسبول تحت السرير بتاعه لانه بيخاف من الضلمه، وبيقترح على الراكب اللي جنبها يبدل معاه الكرسي، فبيوافق وبيقعد جاك جنبها، وبيعترف لها انها غيرت حياته ببساطتها وتصرفاتها الطفوليه، وبيعرفها انه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها، وبيتفقوا مع بعض انهم يكملوا حياتهم سوا بدون اسرار. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.